السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده رابع حلقات فاصل كوميدي. المهم بما ان احنا في العيد، عيد الفطر وكده، قلت اتكلم عن عيد الفطر، قلت اتكلم عليه يعني شويه. قبل ما نبدا اعملوا سبسكرايب ولايك تفعيل الجرس لكل اصحابكم عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. عيد الفطر عامل شبه الكنافه بالكاستر. حد هيقول لي ايه الجدل ده، هقول لك مش عارف. وحد تاني هيقول لي انت واقف ليه مش شبه كل فيديو قاعد، اقول لك مالكش دعوه عادي جدا. حد تالت بقى هيقول لي انت ليه حاطط حاجات رمضان لغايه دلوقتي، اقول لك انت مالك برضه، امي اللي حطاها يعني، انت مالك. اولا كده عيد الفطر ده انت مش بتنام فيه، انت بتطبق فيه. لو نمت برضه هتبقى بتطبق، لو نمت 80 ساعه هتصحى متطبق برضه. لازم هو كده، تحس ان انت دايما كده بيبقى عندك احساس عايز تنام يعني. بص انا اصلا دلوقتي مطبق اصلا. بتصحى تصلي العيد تحت، اكيد بيتسرق منك تليفونك، اكيد بيتسرق منك محفظتك، اي حاجه، اي حاجه، ما دام انت في مصر بيتسرق منك حاجه في عيد الفطر. النهارده واحنا بنصلي واحد سرق منها تليفون ايفون 16 برو ماكس تقريبا، يعني ربنا يعوض عليها بقى. وبعد كده في نوعين من الناس، في نوع بقى بيروحوا عند اهلهم بقى، وفي نوع بقى ايه، بيقعدوا في البيت بيناموا بقى. لان انت في عيد الفطر اول يوم او تاني يوم او تالت يوم او رابع يوم، لو بصيت من الشارع هتلاقي مفيش صريخ من يومين، دنيا هص بدرجه غير طبيعيه، هتلاقي حاسس ان انت في فيلم الزومبي. هتلاقي واحد بس كده اللي ماشي في الشارع ده، هتلاقي راح يجيب 5 جنيه في الفلوس ورجع تاني. طيب اول نوع اللي بيروح عند اهلهم ده، بيروح عند اهلهم ياكلوا كحك وبسكوت ويرجعوا تاني وخلصت، لا اما بياكلوا رنجه وفسيخ وبرده خلصت ويمشوا تاني. اللي بيناموا دول بيناموا بقى تاني يوم تالت يوم، الله اعلم بقى. هيقول لك ازاي ما بيناموا كل ده، هقول لك ما اعرفش، هم مطبقين بقى لهم يومين. ليه؟ لان انت لازم قبل العيد تعمل ماسكاتك بتاعت الزبادي القهوه وكل حاجه. لو ما عملتش الماسكات دي تبقى انت مش مصري اصيل، تبقى انت مش كويس، انت مش كويس لو ما عملتش الحاجات دي، انت كده مش مصري. اطلع من الفيديو يلا. لازم لما مع اختك مع امك مع خالتك مع اي حد في عيلتك لازم تعمل ماسكات بجد. ما اعرفش ليه لازم ندخل العيد واحنا منورين يعني، مش عارف بقى مع الماسكات برضو المهم بعد ما تعمل ماسكاتك وحاجاتك لازم تروح تحلق. الحلقه دي يا جماعه ليها عايزه فيديو لوحدها اصلا، بس هنتكلم عليها. الحلقه دي يا جماعه انت بتروح تحلق حرفيا ما بتلاقيش مكان يعني. بص لو رحت اي حلاق، لو رحت حلاق الحلاق عنده ب 6000 جنيه، مش هتلاقي مكان برضه. كل المصريين مكتسحين الحمد لله. فانا عن نفسي بروح قبل العيد باسبوع ولا حاجه يعني، شعري يكبر شويه بس مش مشكله، اعمل ايه هعمل ايه، ما هو انا كده مش هحلق خالص. عقبال بقى ما توصل لكرسي الحلاق ده بقى ليه كتير قوي. في ناس بقى بتروح قبل الصلاه بكتير، يعني قبل الصلاه بنص ساعه كده تروح تحلق بسرعه، تروح تستحمى بسرعه كده وتروح نازل الصلاه، اللي هو كاني بقى ايه، بص لسه مدرب دلوقتي حالا. بعد الصلاه بقى بيحصل حاجات كتير قوي. بعد الصلاه بقى بتلاقي عريس الجنه راكب الموتوسيكل الصيني او الموتوسيكل البنيلي بتاعه، وعمال ياخد غرز ما بين البنات بقى لابسه عبايه سمراء، مبينه مفاتن جسمها. هتلاقي وانت ماشي عربيتين بيتخانقوا، ليه؟ عشان العربيتين عايزين يعدوا والجماعه فراش حصير قدام العربيات، هم عايزين يعدوا عندهم اكل عيش، لازم تلاقي عركه في الحته دي. هتلاقي البنت بقى ماشيه في شوارع كده، راحت تأجر السكوتر الصغير المعفن ده، هتلاقي الولد بقى جاي وراها بالموتوسيكل البنيلي الصيني، عمال بقى يعمل كده. النهارده والله العظيم انا كنت رايح لجدتي النهارده، ماشيين عادي يعني على البحر تمام، فلقيت اقسم بالله 4 موتوسيكلات صيني راكبهم 4 شباب، لا 4 عرسان جنه. دول كلهم كل واحد عريس جنه، عريس جنه اللي بيعلقوا يعني بيعلقوا صورهم كده في نص الحاره يدعوا له بالرحمه، كان طيب يعني. وانا كنت حاطط املي فيه انه يطلع مهندس ودكتور، وهو اصلا كان اصلا مش مكمل دراسته. بيناموا كده ويقعدوا يعملوا حاجات غريبه جدا. ليه بقى؟ لان البنات لازم تشوفهم، ولازم البنات تعجب بيهم، لان البنات لو ما عجبتش بيهم دول كده العيد ده خلاص. يعني العيد اصلا بالنسبه لعريس الجنه العيد ده عشان البنات. طيب لو البنات ما بصلهوش، لا هو كده هيكمل في عيد الاضحى بقى، هيكمل ان شاء الله مسيرته في عيد الاضحى. هو واخد شهاده معلقه في نص الصاله عنده ان هو بيعرف يسوق موتوسيكلات صيني جدا، بس المشكله ان هو عيد الفطر بينزل يسوق موتوسيكل صيني او ياجره، اكيد مش بتاعه يعني، لان عريس الجنه عمره ما يجيب موتوسيكل صيني لانه عارف انه هيموت بيه، فمين هيورثه؟ لازم ياجر بيه، عشان لو دشدش الموتوسيكل ده مات. حرام عليك هتدفعنا فلوس، عيب عليك يعني. بعد كده امه تقعد تصوت في الشارع وتقول عريس الجنه ابني مات، ده عريس الجنه. ولو انت من اسكندريه انزل بس اول يوم العيد الصبح، هتلاقي كوبري ستانلي عليه، ده عليه مظاهرات، عليه مظاهرات حرفيا. الناس كل شويه بقى تقول مجاميع شباب كام، مجاميع عاملين بقى يقفوا يتصوروا. انا مهتم يعني، انا مش عايز اكسر فرحتكم، افرحوا يا جماعه افرحوا، بس ما تضايقوش على السكه يعني، عيب عليكم بقى. والاخر كان في اشاره هناك، ببص كده على مجموعه من الشباب لقيت 4 شباب حرفيا راحوا ركبوا موتوسيكل واحد بس صيني فوق بعض، كلهم 3 وواحد فوقيهم، وراحوا جاريين حرفيا مقفلين عداد بقى فاهم، سبقوا بي ام يعني.
المهم بعد ما انت بتيجي بقى من عند جدتك او اي حد من عيلتك اللي انت عيدت عنده يعني، بتيجي بقى تفرد نفسك على سرير وتنام بقى، ما بتحسش باي حاجه، ما بتحسش بقى غير ببعد بقى العيد تلاقي نفسك في الامتحانات. بعد ما بتلاقي نفسك في الامتحانات تحس ان انت الدنيا اتقفلت عليك خالص 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 خالص، ومش عارف تعمل ايه، نفسك بيضيق، مش مذاكر حاجه. يا جماعه انا رايح اذاكر بجد، سلام عليكم.